الرحمن الرحيم. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وأحسن حال. طيب، فيديو النهاردة ان شاء الله هنعرف ازاي نربط الفولدر بتاع اليوزر روت على الويندوز الوهمي، وليكن في جيربر 9، وبالنظام الحالي وليكن جيربر 17 أو جيربر 10. الطريقة دي هنستخدمها في حل الايرور بتاع التاريخ. وبرضه في الفيديو ده ان شاء الله هنشوف إصدار الويندوز الجديد اللي أنا بفضل الله أنشأته، وهو هيسهل كتير قوي على حتة التسطيب للناس المبتدئين. تمام، يلا ببدأ من غير ما نتكلم كتير. نخش على أوراكل بي إم بوكس أو فيرتشوال بوكس، النظام الوهمي. نقول نيو، النيم نحطه أي نيم. تمام، وليكن ماستر باترن تيست. ماشي، نختار أيزو الويندوز. الويندوز دوت. بفضل الله قدرت إن أنا أدمج نسختين ويندوز مع بعض. نسخة فيها جيربر 10، ونسخة فيها جيربر 9. جيربر 9 متأكتف على الشغل على طول، وهنستعرض عليه على طول نشتغل عليه. عملنا إعدادات الويندوز. هنخش بس نعمل ستارت. طبعا حابين نشكر قناة أنختك عشان استخدمت البوت الخاص بي في الويندوز ده. تمام، هو حصل هنا مشكلة في الويندوز دوت، فهنقول انتر وبعد كده اوكي. طيب سوري، معلش انا عملت حاجة غلط، فهنخش على نيو، نكتب برضو ماستر باترن تيست 2. تمام، الايزو سيلكت، هنختار الايزو. هنا نختارها مايكروسوفت ويندوز، وهنا ويندوز 10. اوكي، نقول نيكست، نحط القيم اللي احنا محتاجينها حسب الجهاز اللي عندنا. نقول له نيكست نيكست فينيش، بعد كده نقول له ستارت. تمام كده. كنت بقول ان هو احنا لازم نشكر قناة انختك عشان مدونا البوت. استخدمنا البوت بتاعهم في عمل الويندوز ده يعني، فليهم كل الشكر والتقدير يعني. آه، تمام، هي دي الواجهة، سواء على الويندوز الوهمي أو هنستخدم الويندوز كاستخدامنا شخصي على الأجهزة بتاعتنا. نحرق الويندوز على فلاشة على برنامج روفوس، ونبدأ نشتغل عليها على طول يعني. تمام، أول حاجة دي الواجهة بتاعتنا، دي شوية أدوات لو احنا محتاجينها. لو محدش عارف دي بتاعت ايه، ممكن يطلع عليها يبحث عنها. هي أدوات خاصة أدوات خاصة بالتقسيم الهارد والريكفري والباسوردات، حاجات كده متخصصة شوية. المهم نخش بس نختار اللغة انجليش، بعد كده نيكست انستول. بعد كده I don't have product key. هيظهر معانا إصدارين من الويندوز. إصدار ماستر باتن في جيربر 10.2، ده جيربر 10. للعلم هو أنا حاطط معاه الأكي سكان. تمام. الإصدار التاني هو جيربر 9، وده اللي هنشغله، وده بينزل متأكتف جاهز. تمام، هنقوله نيكست. برضو ديت يعتبر توتوريال بسيط للناس اللي ما بتعرفش تسطب ويندوز بنفسها. هندوس هنا I accept، بعد كده next install windows only، بعد كده next. تمام. هنوقف الفيديو بس بسيطة، عشان هنا هياخد وقت شوية، هياخد له بتاع 10 دقايق، فعشان وقت الفيديو ما يطولش نوقف الفيديو المدة دي ونرجع تاني على طول. تمام، هو دلوقتي قرب يخلص في التسعينات. آه
تمام. برضو نراجع مع بعض هنعمل ايه. احنا دلوقتي بنسطب الويندوز ومش هنسطب الجربر. ليه؟ لان بالفعل الجربر متسطب. هو دلوقتي بيقول لك انستول الابديتس فينشنج اب، هيعلم عليها ويقول لك ريستارت. اول لما نعمل ريستارت لازم نعمل حاجه مهمه جدا. ماشي، اهو بيقول لك ريستارت. اول لما تعمل ريستارت، اول لما تجيب الشاشه السوداء راح دايسين كليك يمين هنا تحت كده ريموف ديسك. تمام، اول لما يعمل ريموف ديسك يروح داخل معاك على الويندوز. ركزوا معايا في الحته دي بالظبط عشان هيحصل حاجه جميله جدا. تمام، ودلوقتي بيلود الملفات وبيتاكد ان كل حاجه شغاله تمام. تمام. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، فتح معانا الويندوز. تمام، هنشوف دلوقتي الجربر فتح معانا. الجربر اهو من غير ما نعمل اي حاجه خالص. نعدل بس الرؤيه عشان الدنيا تكون واضحه معانا. نقول له keep changes، انا عايزها عريضه. تمام، اوكي كده زي الفل. فتح معانا الجربر. لو نتاكد بس من كل حاجه، طبعا انا حاطط اني ديسك. تمام، والويندوز دوت راجع ليا تمام بكل تفاصيلي، حتى في أرقام التواصل لو حد محتاج يتواصل معايا من الأعضاء اللي هم هيحتاجوا يحملوا الويندوز ده. تمام، أرقام التواصل، الإيميل الخاص بيا، اللوجو حتى بتاعي، يعني كل حاجة تخصني في الويندوز ده. تمام، الجربر فاتح. نعمل كرييت أي حاجة. نفتح مثلا نيو، نفتح ويزرد مينز مثلا شيرت. تمام، بنطلون، اوكي كل حاجة تمام، مفيش اي مشاكل. احنا مش موضوعنا دلوقتي في الجيم. طيب احنا عايزين نربط وليكن انا عندي storage area في partition السي اللي هي اليوزر روت ده. اول حاجة ممكن نعملها ايه؟ هنعمل كليك يمين على اليوزر روت دي، properties، sharing، share، نختار everyone. بعد كده edit، بعد كده هنا ونقول له read write. تمام، ونقول له share. مش هنعمل اكتر من كده. تمام، نرجع للويندوز الوهمي ونخش هنا ونقول devices insert guest. تمام، بعد كده نفتح ده، نقول next install، ننتظر لما يعمل install. الطريقة دي حلوة قوي لو انت حضرتك محتاج انك عندك قطع او بيسس وقفت بسبب التاريخ وجابت لك الايرور اللي هو 11/5 بي. فدوت حله انك تعمل ابديت للستورج اريا من اول جيربر 15 لحد ال17. ده بيعمل ابديت عادي وتقدر تشتغل بعد كده. ولو امكانياتك مش متوفرة ماديا فتقدر تعمل الحل ده. ده بالنسبة لنا مسكن، مش حل نهائي. تمام، بعد ما اتثبتت هنقول ريبوت. تمام، هو هيعمل ريستارت. طبعا ده ويندوز غير الويندوز الاساسي بتاعنا. تمام، نفتح مثلا الكمارك عندي عشان نعرف البارتيشن اللي عملنا له شير ده فيه ايه بالظبط. تمام، ده جربر 17. فتح معانا اهو الجربر. ماشي، بارتيشن السي فيه شوية استورجات يعني تثبات، ما فيهاش شغل كتير اوي، مش موضوعنا. هنخش دلوقتي ونشوف. بعد ما عملنا بعد ما شغلنا اللي هي السي دي درايف هنعمل لها eject. تمام كده اتشالت. هنخش على ماشين settings، بعد كده shared folder، وبعد كده ندوس edit والفولدر باس. نحدد الباس بتاع اليوزر روت بتاع السي او اليوزر روت اللي احنا عملنا له شير. تمام، نخش على السي على اليوزر روت ونقول له select folder، وبعد كده نقول له اوكي. تمام، نقول له اوكي هنا. بعد كده نقول ريفرش ونخش على النتورك. تمام، نخش على في بي او اكس ار سيرفر ده. تمام، ونقول له كليك يمين ماب نتورك درايف. تمام، ونقول له فاتش
ظهر معانا الداتا كلها اهي. تمام. الطريقة دي ممكن تشتغل معانا، وهنتأكد دلوقتي لما نخش على الأكي مارك. تمام. هي هتظهر، لو ظهرت هتظهر معانا كسيرفر أو كدرايف سيرفر. هنقول هنا بقى فيو ريفرش ستورج اريا. ما ظهرتش. ليه ما ظهرتش؟ عشان بسبب ان الشغل بتاعنا مش يعني فولدر محتويات. فممكن نحل المشكلة دي بان نعمل كده نيو يوزر روت. تمام. وناخد الداتا اللي هنا دي كلها ونحطها هنا. اوكي. تمام زي الفل. نعمل بس ريفرش للاكي مارك. الاكي مارك انا قفلته، لا اهو. تمام. نخش على فيو ريفرش ستورج ارياز. تمام. ظهرت معانا اهي الداتا بتاعتنا. ايه الداتا بتاعتنا اهي. طيب. وليكن نفتح الموديل ده. نقول له open with pattern design active work area. الداتا دي معمولة على جربر أعلى، فأعتقد التعديلات اللي ممكن أعملها ممكن ما تتطبقش هنا، بحيث إن هي ممكن يحصل فيها أي مشاكل بسبب إن أنا أعملها على جربر أعلى. كسيمز أو لو أنا عملت الشغل بتاعي بأدوات مختلفة عن الأدوات اللي هنا، ما أقدرش أعمل إيديت عليها. بس يعني هي باختصار الموضوع ناجح. الويندوز شغال بدون تيست مود، بدون تفعيل للجيربر في نسخة جيربر 9. تمام. شغالة. جربت أعملها ويندوز 7 بس أنا قلت اللي هي متوفر أكتر ويندوز 10 ومستقر أكتر. كده في الفيديو ده عرفنا إزاي نسطب الويندوز. أول حاجة إزاي نسطب الويندوز الخاص بجيربر 9. دي تاني حاجة. تالت حاجة عرفنا إزاي نربط اليوزر روت من الجهاز الأساسي للجهاز الوهمي. تمام. لو فتحنا كده دي، نعمل بس فيو لأن دي صفحة تانية للجيربر. تمام. ادي ديت الديجيتايزر ده بينزل بشكل ديفولت مع الجيربر. تمام. ادي الداتا بتاعتنا اهي، وادي الداتا بتاعتنا اهي. هي نفس الداتا بنفس كل حاجة، بنفس القطعة، بنفس كل حاجة. تمام. لأن ده واخد لقط من ده سيرفر على طول. بس فكان ده كده آخر الفيديو. أشوفكم في الفيديو الجاي. يا رب دايما بخير. الويندوز دوت إن شاء الله هيكون فيه إصدارين جيربر زي ما شفنا. الإصدار اللي هو احنا فاتحينه دلوقتي اللي هو جيربر 9 بالأكيو سكان، والإصدار التاني اللي هو جيربر 10 بالأكيو سكان. ولكن جيربر 10 هيقف بس على الجنريت بتاع اللاينس كي اللي هو الترخيص، ويشتغل على طول حتى مش هيحتاج تفعيل. بس ده كان نهاية الفيديو بتاع النهاردة. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي. السلام عليكم.